بتعالج. انت عارف السكر ده عامل ايه في مصر؟ انت عارف السرطان عامل ايه في مصر؟ يا جماعه النهارده يتحدث الناس عن المأساة والصعوبة اللي فيها مستشفى بالريش بتاعت الأطفال. أنا كل سنة باجي في الوقت ده وأقول لكم مستشفى أبو الريش للأطفال، مستشفى أبو الريش للأطفال عايزة فلوس. البلد بتقطع من لحمها الحي علشان تعمل مستشفيات وعلاج، وانت جاي تقول لي ايه الهبل اللي انتوا بتعمله ده؟ ما تسيب العيال تموت، ما تديلهمش علاج. ايه البتاع اللي انت بتديهوله ده؟ ايه الحقن اللي انت بتعمله ده؟ ايه الكيماوي للاطفال اللي عندها سرطان 57 اللي احنا بنيناه على كتافنا، اللي قاعدين العيال واقفين طابور مستنيين ان هم يدخلوا ياخدوا دواء؟ انت جاي النهارده تقول لي طب يا ريت عايز اكلم 57 اقول له اقفل، لم الفلوس دي واقفل، تعالى نجيب الفلوس دي نعمل بيها اي حاجه بقى. نديها الراجل وزير التربيه والتعليم المحترم ده، انت بتعمل بكالوريا جديده خد، مش عارف ايه خد. ايه يا جماعه اللي انتوا بتعملوه ده؟ انا مش واقف عند ضيا، انا واقف عند مصر اللي مخها باظ. بعض المصريين جالهم عته، وانت كل واحد بيكتب يقول لي نظام الطيبات ده طيبات في عين اهلك. انا مش هسكت، انا ومش هخاف، وقول زي ما انت عايز. واي واحد هيتكلم هو شريك في الجريمه، هو بيقتل طفل، هو بيقتل سيده، هو بيقتل شيخ، انت شريك في الجريمه، انت مش حر. اما تيجي تقول لي والله اللي عنده سرطان ياخد سبرنتين قبل ما ينام، انت مجرم، انت بتروج لاجرام، انت بتروج ان امي تموت وابويا يموت وعيالي يموتوا، انت بتروج للكلام ده. وهذه ليست الحريه، الحريه مش في الطب، الحريه مش في العلاج. طب ما كان وقتها نخلص بقى الموضوع كلنا. جيبوا الراجل ده كان يجي، واكيد ليه مدرسه، ما تجيبوا اتباعه، ما تجيبوا تلاميذه، نمسكهم وزاره الصحه وبتاع. انا والله محبم عليا، هو انا اكره، هو انا يعني ما احبش ان ده يجرى؟ يا ريت في مصر وفي العالم. هو في المملكه العربيه السعوديه ما سمعوش الكلام ده؟ هم في دوله الامارات ما سمعوش الكلام ده؟ هم في بريطانيا ما سمعوش الكلام ده؟ هم في امريكا ما سمعوش الكلام ده؟ لا، بس مصر